عليكم. النهارده معانا مطبخ اسماعيل، هنعمله عيش باللحمه عشان خاطر كل سنه وانتم طيبين. هنفطروا بيهم. هنعمله رغيفين كده، يعني ايه، سخنين بسرعه كده. دول 2 كيلو دقيق، عليهم معلقتين كبار سكر، وعليهم باكو خميره فوري، ونص معلقه صغيره سكر بتاع ده ملح. انا اسفه، ملح. ودي ميه دافيه للعجن. انا حطاه كله على بعضيه. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعجنه كويس ونغطيه، وهنحضر الحاجه بتاعته اللي هو لحمه. يعني نص كيلو لحمه مثلا، عليه حوالي كوبايه فول صويا. قلنا عليها على النص كيلو لحمه عليه كوبايه واحده فول صويا. اللي مش عايز يحط ما يحطش، يعني اختياري. وعليه بقى، وعليه خضره وطماطم مقطعه صغيره. بطاطس. لا، مش هنحط بقدونس وجرجة البطاطس. بصوا، احنا خلصنا العجينه، ودي دهنتها زيت عشان خاطر لما اجي اطلع العجينه منها تبقى سالكه. انا حطيتها زيت كلها، هي نقطتين زيت كده، حوالي معلقه زيت حطيتها كلها. بص هنا بقى العجينه سالكه ازاي، عشان هي معجونه كويس. انا عجنها كويس، يعني خدت لها زي 10 دقايق عجن كده. اهو هنحطها هنا كده في البلاستيكيه. بس لما بقلبها كده كلها بتشيل زيت، عشان لما اجي اطلعها لا ما تلزقش في اي حاجه. بس نحط عليها كيس بلاستيك ونغطيها كويس. ونرجع لكم تاني اول ما تخمر، اكون حضرت الحاجات بتاعتها وارجع لكم تاني. ده صدق متقطع حلقات صغيره، وده نص كيلو لحمه، ودي كوبايه الفول الصويا منقوعه بميه سخنه، ودي طماطم متقطعه صغيره، بصل مبشور، ودي التوابل: بابريكا وكمون وفلفل اسمر وملح وبلح التيب. التوابل اللي هتحط عليها، احنا هنضيف كل الحاجات دي عندنا هنا في هنضيفه هنا كله هنا كده. انت بتعمل ايه؟ بحط معاكي. حط شاطر. احنا هنضيف كل ده هنا ونقلبه ببعضه. التوابل كلها. ده بقى مش هنضيفه عليه، عشان ده بيتحشى على العيش على طول، ويتحط له طماطم على وشه. هنقلب كل الكلام ده ببعضه، وهنقطع العيش ونحطه جواه. بص احنا كده رجعنا لكم، هي خمرت العجينه. بص الخمره بقت عامله ازاي. بص بقت عامله ازاي، اللهم صل على النبي، الله اكبر. وبتخلع من بتاع، اولا لانها معجونه كويس، وثانيا عشان انا حاطه زيت في البلاستيكيه، فهتلاقوها جميله جدا. هقطعها. بصوا احنا بنعملها كده. وحطهم من مخورك وحطوا مخورك. سيب يا كلب، سيب. بص سالكه وسهله ازاي، ما بتوسخش حتى ايديها. ايه؟ لا، انت فاكرني. انت معلم بتاعي، تمام؟ وانا كمل. يلا هخلص وارجع لكم تاني. وحشتونا، وكل سنه وانتم طيبين، وعام سعيد عليكم ورمضان كريم. معلش كل البيوت بتفكر تعمل ايه اكل. بص صلوا على النبي. احنا النهارده مثلا جبنا 2 كيلو دقيق، ماشي، وجبنا معاهم نص لحمه مفرومه. طبعا 2 كيلو دقيق لو الاسره مثلا 4 افراد او كده فهيقضيهم. وخليني صريح معاكم، فانا بروح للجزار مثلا بجيب حته دهنه مثلا من عنده بلدي، فبنقطعها، وبنقطعه الطماطم زي ما المدام موريكم قبل كده، وبنعمله العيش باللحمه اللي هو الحواوشي. والخضره انا حاطه خضره، بس والخضره انا نسيت اقول. تمام. فيها خضره اهي، نسيت والخضره اقول بتاعتها بس. طبعا بقدونس، شبت، اللي هو زي الخضره بتاعت بتاعت زي المحشي. بتاعت المحشي بالظبط. وانا جاي جبت بقى حته جبنه تركي بسيطه كده، وفي الحامي الفلفل حسب الطلب. فانا مقصودي ان ممكن نوفره حق الفرن، وفي البوتاجاز عادي ممكن يتخبز تاني، يعني ممكن يتخبز العجين عادي. تمام. فانا دلوقتي هنقفل، احط مثلا طلب انا مثلا فلفل اهو، هعمل كده بالفلفل. معلش سامحوني، انا بحب الحامي، ولسه هحط له
في تاني برضو زي عمرو مثلا معايا بيحب الحامي. انا بحب الحامي. اعمل معايا ايه؟ المدام طبعا هتحب الحامي. هنقوله مثلا ده كده بيبقى متقطع الفلفل لوحده حسب الطلب، وزي ما انتم شايفين. وطريقه بسيطه جدا على فكره، ممكن تجيب ربع لحمه والخضره والبصل، ممكن تعمل بيهم مثلا حوالي بتاع اربع ترغيفه. تمام. والحسبه هتبقى بسيطه ونلموها ان شاء الله، وربنا يرزقنا ويرزقكم ان شاء الله. كده تمام. همسك الجبنه، معلش دي حاجه ايه شكليا بس كده. على فكره الجبنه التركي الجبنه الوحيده اللي هي بتشد يعني. احنا جربنا جبن كتير ما عملتش معانا حاجه. طبعا اهي بتديله طعم برضو وزي ما انتم شايفين. لو فكرنا هنجيبه كيلو دي كفايه قوي الاربع افراد، على ربع لحمه مفرومه، على بصلتين عليهم، على حتتين خضره، وهنعمله فطار كويس وبحاجه بسيطه ان شاء الله. ده الحواوشي الاسكندراني طبعا، واحنا مستنيين ان شاء الله دعمكم باذن الله. اهي تمام. اخد انا كده اهو. تمام كده. وهبدا ايه اغطيه. هي اوريكم طريقه العجين. تمام. على فكره انا لسه جاي من الشغل دلوقتي، طبعا اصابتني ان انا نقفل معاها وانا مش هقدر اقول لها لا. كده كده احنا بنقفل اهو زي ما انتم شايفين. طريقه التقفيل بسيطه قوي. هجيب ايديا كده الشمال وايديا اليمين، ابدا ايه الف بيها الرغيف نفس الطريقه دي. اهي حركيها عادي. مش عارفه مثلا ممكن بشوكه. اهي اهي نديله شكل حلو. اهي 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 زي ما انتم شايفين. شلت ايد انا اهي ببرم زي البرم الشكل بالظبط. بتاعها يعني. ايوه زي البرم بالظبط. قلبت كده تاني. مش بيجي معايا قوي. اهي يجي مع اسماعيل وما بيجيش معايا. حلو قوي. اهي زي اللي اكني ببرم الرغيف. تمام كده انا خلصت اول واحد. بعمل ايه تمام كده زي ما انتم شايفين. قربي شويه عليا اهي. باخد الرغيف كده بلفه معلش زي اللي اكني ايه بمرم كده اهو. النهارده التكاليف في الفرن كتيره قوي. يقول لي الرغيف بكام؟ بيقول لي ب 3 جنيه. طب ليه ب 3 جنيه مثلا؟ ما انت كده كده هتسويه. في بيقول لك 4. وبيقول لي ب 4 جنيه. يعني انا لو عامل مثلا 6 رغيفه، 6 يعملوا كام؟ يعملوا حوالي 25 جنيه. انا استفاد بيهم اجيب بيهم اي شيء. تمام كده. انا بعلمه اللي فيه فلفل ده بتاعنا عشان انا بحب الفلفل الكتير اهو. السلام عليكم. رجعنا تاني بعد ما دخلناه بالفرن زي ما انتم شايفين اهو. بصوا يا جماعه لسه هو ايه لسه طالع لسه مفتوح. سخن مولع. ولسه سخن. فانا وفرت حق العجين تحت في الفرن وحق العيش تحت. ده بقى العيش اللي هو ايه الحواوشي الاسكندراني زي ما بيقولوا. طبعا في فرق ما بينه وبين الحواوشي المصراوي لسبب واحد، ان الحواوشي المصراوي بيجيبوا الرغيف سليم زي ما هو وبيحطوا فيه اللحمه بيشوحوها على النار بعدين مش بيبقى حلو زي ده بصراحه. بيبقى زي ده هنا العجينه واخده من اللحمه نفسها اهو. وموفرين وكل حاجه وربنا يسهل لنا ويسهل لكم. وهنوريكم دلوقتي ايه العمايل ازاي. هنقطعه اهو. اهو تقرب لي كده زي ما انتم شايفين اهو اهو. الجبنه بتشد فيه جامده قوي. والجبنه جميله. وعلى فكره الجبنه التركي وريحته تحفه. الجبنه التركي احلى جبنه تشد زي البيتزا. او بسم الله
اهو زي ما انتم شايفين اهو. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. حاجة بسيطة كده. لا قوة إلا بالله. الافطار لذيذ. اسلام تعالى يا كوكو. انا صورت. ده افطار النهارده ان شاء الله، وتفضلوا معانا. وزي ما انتم شايفين هي صاج تمام، والعيش اهو نفس اللفه اللي انا لفيتها البرمه دي، زي لكنك بتلفي حاجه كده، ويطلع معاكي تمام تمام تمام. يلا كل سنه وانتم طيبين. وحته اللي انا قلت عليه الحاجات اللي هي البهارات، الجبنه، حته دهن، حته كذا. هنعمل اكله النهارده مثلا ومش هنكلفه كتير، وزي ما انتم شايفين اهو. بس احنا عايزين دعمكم وان شاء الله تدعمونا اكتر واكتر، وتفضلوا معانا. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه